جدها فنان كبير واخواتها من المشاهير، وعن سبب فسخ خطوبتها جدل كبير، وما لا تعرفه عن نور إيهاب في التقرير التالي. ويشرفني أولا اشتراككم في القناة، ونكمل حبايبي. تسير بخطوات ثابتة نحو النجومية، مدفوعة بموهبتها الفريدة ودعم عيلتها الفنية، وبرغم التحديات اللي واجهتها على المستوى الشخصي، لا تزال نور تواصل تألقها وإبهار جمهورها بأدوارها المتنوعة والمتميزة. وتصدر اسم الممثلة الشابة نور إيهاب في الساعات الأخيرة مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حذفت صورها مع خطيبها الفنان إيهاب بدر على الإنستجرام، فضلا عن إلغاء متابعته على حساباته على السوشيال ميديا. ونور إيهاب مواليد 2 فبراير 2003، يعني عمرها 21 سنة، بالصحة وطول العمر يا رب. خريجة المعهد العالي للموسيقى، وبدأت سنوات النشاط من 2015 حتى الآن. وأول ظهور لها كان في مسلسل يوميات زوجة مفروسة مع الفنانة داليا البحيري وخالد سرحان. ظهرت في مسلسل يوميات زوجة مفروسة الجزء الثاني، وكان ده تاني ظهور ليها. وأظهرت نور مهارتها في مسلسل أبو البنات، حيث أدت دور الفتاة الشريرة اللي بيختلف تماما عن باقي أدوارها اللي أدتها قبل كده، مما جعل منها ممثلة تستطيع تجسيد أي شخصية. وكانت الفنانة الشابة نور إيهاب أكدت خبر الانفصال في تصريحاتها لبرنامج الإيتيوب العربي، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الانفصال. ويذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة نور إيهاب كان مسلسل 6 شهور، بطولة نور النبوي ونور إيهاب ومراد مكرم، من تأليف أحمد هشام وعمر أبو اليزيد، ومن إخراج مصطفى الصولي. وعن أول تعليق من نور بدر بعد انفصاله عن نور إيهاب، نشر بدر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، وعلق عليها قائلا: وجهان للحياة، واحد نعرفه، آخر نحتاج إلى معرفته. ونور إيهاب هي حفيدة الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية. ترتبط الفنانة شيرين رضا بصلة قرابة مع نور من جهة الأم، حيث تكون ابنة عم والدتها. أما عن نور بدر خطيبها سابقا، بدأ حياته العملية في مجال الإعلانات التلفزيونية، ثم انطلق في عالم التمثيل عام 2017 في مسلسل إزاي الصحة مع الفنان أحمد رزق، ومسلسل رسائل عام 2018 مع النجمة مي عز الدين. اتعرف على خطيبته نور إيهاب خلال تصوير مسلسل إلا أنا الجزء الثاني، حيث تقرب منها ووقع في قصة حب تكللت بالخطوبة. وأما عن نور إيهاب وأخواتها، فنور لها أخت تدعى منى إيهاب، تعمل في مجال كتابة المحتوى ومدونة، ولديها أكثر من 150 ألف متابع على الانستجرام، كما أنها وجه دعائي للعديد من الشركات المصرية. وأخوها كريم إيهاب وهو أكبر منها، وبينشط بشكل كبير على منصة التيك توك، ولديه حوالي 80 ألف متابع. ونور إيهاب رغم عمرها الذي لا يتجاوز 21 عام، شاركت في أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، أبرزها أبو البنات مع مصطفى شعبان اللي حققت من خلاله شهرة واسعة، ومسلسل كلبش 3، واختيار إجباري، ومسلسل إلا أنا اللي ظهرت في إحدى حكاياته بدور إيمان، ولعبة نيوتن، ومسرحية الصندوق الأحمر. وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل الحشاشين، وقدمت دور ناز، وفيلم الحريفة بدور لانا. وبجانب التمثيل بتتميز نور إيهاب بموهبتها الموسيقية، حيث تعزف على آلة البيانو منذ 9 سنوات.
وهي تدرس حاليا في المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار. ونور بتحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 2 مليون شخص على الانستجرام، لجانب نشاطها المستمر على تيك توك وسناب شات، مما يجعلها من الفنانات الشابات الأكثر تأثيرا بين جمهورها. وأخيرا بنتمنى لها المزيد من النجاحات والتوفيق في حياتها العملية والشخصية. وأشكركم حبايبي على حسن المتابعة. مع السلامة.